الآن الشيء الذي يتم أيها الإخوة إنما يتم بتخطيط من الخارج، بتخطيط من الخارج، ونحن لا نعلم من هو هذا الذي يخطط وما الهدف الذي يبتغي من ورائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل تحت راية عمية، أي لا يعلم من يحملها ولا يعلم إلى أي غاية يسير بها، فقتل فقتلته جاهلية. طيب، نعم. إذن هذه الحرية التي نراها الآن، حرية الانقياد للأوامر الآتية من الخارج، هذه توصلنا إلى شقاء إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. المسألة خطيرة. نعم، قد في كثير من الأحيان أتهم بأنه أنا يعني أقف في صف المسؤولين في هذه القضية. أنا لم أكن يوما ما إلى هذه اللحظة وإلى أن أموت معنيا لا بمجاملة المسؤولين ولا بمجاملة دهواء الناس أبدا. أنا معني بأن أستمسك بموازين الكتاب والسنة وأن أرضي ربي عز وجل. نعم. فأنا عندما أقول للناس: يا ناس، إذا كانت القيادة مجهولة لا يجوز شرعا بنص من كتاب الله بنص من كلام رسول الله، لا يجوز أن ننقاد للمجهول أبدا مهما كانت ظروف قاسية لدينا. ينبغي أولا أن نكون نحن المخططين، وينبغي أن نعلم النهج الذي نسير إليه، وينبغي أن تكون القيادة باختيارنا ونسير وراء معلش. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. إذا لكان أنا صرت في صف هؤلاء الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وأنا أقول هذا الكلام ينطبق على المسؤولين وعلى هؤلاء. من خرج من أمتي على أمتي. طيب، الخطة أيها الإخوة عندي مرسومة ووصلتني في بعض وثائق تصلني والله بدون أن أبحث عنها. نعم. الخطة منذ أن رسمت خطة القضاء على العراق لما وجد المفاعل النووي، من وقت إسرائيل وأمريكا خططوا للقضاء على العراق، لكن وضع مع ذلك خطة للقضاء على أماكن أخرى منها سوريا. الخطة التي رسمت لسوريا هي تقسيمها إلى 4 أو 5 دول. موجودة هذه الخطة، لكن الطريقة التي قضي بها على العراق، استراتيجية الوضع في العراق تختلف عن استراتيجية الوضع في سوريا. الطريقة التي رسمت للعراق غير الطريقة التي رسمت لسوريا. الطريقة التي رسمت لسوريا بدأت بها مسيرات، ثم إسقاط، ثم بعد ذلك تخريب ولو بدون أي شيء، تخريب، قضاء، قتل، تحريق، كذا إلى آخره، من أجل أن يكون هنالك فعل وردة فعل، من أجل أن نعم يوجد القتل ثم يستحر القتل ويزداد القتل. المرحلة الأخرى التي تستجر لها البلد، الوطن، الدولة، هو الحرب الأهلية. الحرب الأهلية إذا تمت لا يستطيع أحد أن يملك خيارا فيها. المرحلة الثالثة يأتي المعلم الكبير الذي يختفي وراء الآن الأسوار، يدخل من أجل أنه يحل المشكلة، يأتي من أجل أخي أنه ينهي هذه المشكلة، وبيجي كمان بيأخذ منا إتاوي، راح يأخذ منا إتاوي أنه بده يجي يحل المشكلة. كيف يحلها؟ بأن تقسم سوريا إلى 5 أقسام. هذه الوثيقة موجودة لدي الآن. طيب يا أخي، أنا كيف أجند نفسي
لأكون جنديا لهؤلاء الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. نعم، وأحاديث كثيرة عجيبة وغريبة كأنه يصف هذا الوضع لدينا. هذا لا يعني أنني أؤيد أيا كان، لا الدولة ولا غير الدولة، في باطل. يا أخواننا، أنا أقول لهؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد الآن ويتهمونني بأنني بطلت الجهاد، في شهر رمضان عندما تحدثت في هذا المكان عن الغضب الإلهي الذي يقدم إلينا بسبب مسلسل ما ملكت أيمانكم، بسبب 1200 منقبة، نعم، الوزير التربية السابق، نعم، سرعهن، بسبب كذا وكذا وكذا. من الذي أيدني في ذلك؟ أين كان الذين ينادون بالجهاد الآن؟ لماذا لم يكونوا ينادون بالجهاد آنذاك؟ لماذا؟ نعم، أين الذين انتصروا لي بكلمة واحدة؟ نعم، قلت هنالك غضب عارم آتي في رمضان، كل ليلة من الليالي يستهزأ بكتاب الله عز وجل فيها تحت اسم ما ملكت أيمانكم. الداعيات المتمسكات الزاهدات يوصفن بالداعرات، وربنا عز وجل يرى. قلت هذا الكلام الآن لأنني الآن الموقف هكذا يقتضي. لا يجوز أن أتبع الأجنبي. في المؤتمر الذي عقد في تركيا، خليط علمانيون، ماركسيون، تحرير إسلامي الذي يتبناه بريطانيا، إسلاميون مكفرون. أنا كافر عندهم بنظرهم، مكفرون، جماعة خدام. خليط، هذا الخليط، كل أولئك جنود للخطة التي تتمم لخطة العراق، شرق أوسط جديد. قرأت كيف يكون جديدا. نعم، هذه هي الخطة يا أخواننا. نعم، فلا هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك سيفوزون. نعم، كلهم الآن متفقون على أن تسقط سوريا كفريسي، ثم بعد ذلك يأتي دور، نعم، نهش من هذه الفريسي. نهش، أنا أقول هذا الكلام. نعم، وهذا النهش عبارة عن ماذا؟ تقسيم. كيف التقسيم؟ كيف سيكون؟ نعم، على الساحل ما هي اسم دولة، وفي حلب ما هو اسم دولة، وما إلى ذلك. وأظن أنني قلت جزء من هذه الخطة ذكرتها في بعض المناسبات. نعم، إذن أنا أهيب بإخواننا شبابنا أن يضبطوا عواطفهم بالعقلانية، وأن يضبطوا عقلانيتهم بالإسلام، وأن يجعلوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهم. لا يجعلوني لا أنا ولا غيري، يقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأوا أحاديث الفتن التي يتحدث فيها رسول الله عن هذا الواقع تماما. نعم، ويطبقوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بالإضافة إلى هذا أدعو نفسي وأدعوهم كما أقول لكم، يعني أكرر دائما، أكرر أن نلتجئ إلى الله يا رب بصدق، وأن نتوب إلى الله. قبل كل شيء نتوب. لك أنتم والله كلاتكم أحسن مني، بس أنا بدي برا، يلي برا يتوبوا، يلي برا اللي ما بشوفهم يتوبوا إلى الله عز وجل. رجال الأعمال شوية يطلعوا من البحار التي كادوا أن يغرقوا فيها، بحار الدنيا والتجارة والمال والصادر والوارد وما إلى ذلك. خليكم مع الله شوي. الناس الذين يسهرون على المحرمات وما إلى ذلك، رجعوا توبوا لله شوي. الذين لا تعرف جباههم السجود، ولا يعرفون توجها إلى القبلة، ولا يحملون القرآن ليقرأوا منه بالسنتين مرة،
يا أخي أنتم مسلمين اليوم على وجه الأرض، بكرة أنتم في باطن الأرض. رجعوا لله عز وجل، توبوا توبوا توبوا. إن تاب، لا أقول الكل، نصفهم، أنا ضامن اعتمادا على ما أعرفه من سعة فضل الله وسعة كرم الله وصفح الله أن هذه الغمة ستنقشع بشكل عجيب خارق. نعم، لكن إذا ركبنا رؤوسنا يا إخواننا شيء طيب عجيب. إذا ركبنا رؤوسنا، رجال الأعمال كثيرون منهم لا يحبون أن تتحقق يعني إصلاحات، لأنه إذا تحققت الإصلاحات المرابع تبعهم بتهبط 50%، بتهبط. لازم يكون في خربطة، ولازم القفز فوق القوانين يتم، ولازم الرشاوي يتم، ولازم كل واحد يخبي حاله تحت مسؤول، ولازم حتى الأربعة تتم. طيب تصوروا يا أخواننا، سيدنا الحسن البصري سمع رجلا يسب الحجاج فقال له: لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يتولاكم القردة والخنازير. هذا كلام الحسن البصري. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم أعمالكم، كما تكونوا يولى عليكم. نعم، إذا أردنا أن نصلح الحال فلنبدأ بإصلاح أنفسنا، لازم نصلح أنفسنا. هذا ما أقوله لنفسي، أقوله لأكبر مسؤول، وأقوله للمسؤولين الذين إلى جانبه. وقلت في مجلس لا أريد أن أصفه، قلت: يجب أن نتوب إلى الله، لا بد أن نتوب إلى الله. نعم، التوبة إلى الله ضرورية لنا جميعا. ربي عز وجل يقول للجميع بما فيهم سيدنا رسول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه. والله يا إخواننا، خلي ما حدا يسيء الظن فيه، بعدين ربي عز وجل بيجعل سوء ظن ونكال تراها. أنا لم أعش يوما ما أستجدي رضا مخلوق، لا حكام ولا محكومين، وبيني وبين القبر خطوات. أنا بشبابي ما كنت هيك، الآن أستجدي، لا، أنا أستجدي رحمة الله، أستجدي رضا الله. أنا مبدئي حديث رسول الله: من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله عز وجل كفاه الله مؤونة. هذا مبدئي، عليه حييت، وعليه عاهدت والدي بعد الله، وعليه سأستمر، وعليه سألقى الله.